خلاص شكرا سياده المقرر العام. لحظه واحده عايزين نعرف ايه المرجع بتاع حضرتك. انا ما ترجعش الكلمه وارجوك لما اعطيك الكلمه اخترت فيه المرجع اللي اخترت فيه ال 50 دولت وبعدين اختار الاحتياطي. ايه المرجع؟ الاعلان الدستوري ما فيهوش القصه دي، القرار الجمهوري ما فيهوش الكلام دوت. حضرتك اقصيت 50 عضو احتياطي من ان هم يبقوا ممثلين في اللجان سواء مقرر او رئيس بدون مرجع. يا فندم ايه المرجع؟ قولوا لنا. خلاص اتفضل. متصور ان يكون مقرر لجنه عضو احتياطي العضو الاحتياطي ازاي؟ طيب هنريحك في هذا الموضوع. ضروري تستريح. يعني هل من المتصور ان يكون مقرر لجنه عضو احتياطي؟ القرار ده هو من لو بنفسر القانون كما ينبغي العضو الاحتياطي يظل احتياطيا حتى يدخل الى عضو اساسي، والعضو الاساسي هو الذي لما نيجي نصوت الان على النصوص هيصوت الاحتياطيون. المانع؟ شكرا سياده المقرر العام. هنتكلم تاني عن اللجان فايدتها وعدم فايدتها. هذا الموضوع يجب نقفله. انا مش هتكلم في اللجان خالص. انا شايف كل دلوقتي انتوا كلكم بتتكلموا على ال50 الاساسيين، واحنا كانكم انتوا جايبيننا لاجل نشيلوا الشنط لل50. طيب. ال50 الاحتياطيين جايين يشيلوا الشنط لل50. لا هنصلح دي اسفين فعلا. احنا يا جماعه حتى بنطلب الكلمه ما فيش حد بيرد علينا. ودينا وجعتنا. يا سيدنا كل اللي موجودين من الاحتياطي اتكلموا، وبعدين هيسمح الباب مفتوح للمشاركه في اجتماعات. الباب مفتوح للمشاركه في اجتماعات اللجان النوعيه. انما في حقيقه موجوده، في اعضاء اصليين واعضاء احتياطيين. ما يمكنش ان احنا يعني ننكر هذا او نتجاهله. في اعضاء اصليين وفي اعضاء احتياطيين، وسيادتك عضو احتياطي. هنقول لك اتفضل، عايز تحضر لجنه ايه؟ تشارك في المناقشات دون ان تصوت. الجزء الثاني، يجوز لهيئه المكتب ان تقترح على اللجنه العامه انشاء لجان اخرى. يعني هيكون متاخر، انما قد يقتضي الامر ذلك لجان فرعيه او غيره. يجوز لرئيس اللجنه ونوابه والمقرر العام ان يكون مقررا لاحدى اللجان بالاضافه الى عمله. انا بعتقد ده يعني ملوش لازمه. بنطلب